يا الله، والله إن هذا المقطع مرعب. مرحبا يا جماعة، مثل العادة جايبين لكم اليوم مقاطع مرعبة، من ظهور يد شبح غامضة إلى وحدة تطلب النجدة بطريقة غريبة. خلونا نبدأ مع 5 مقاطع تخليك تشعر بالخوف. المقطع الأول أرسله لنا واحد من متابعين القناة، ما عطانا تفاصيل كثيرة، بس قال إنه في يد غريبة ظهرت بالفيديو وما حد عرف لمن هذه اليد. في نهاية الفيديو فجأة تطلع يد بيضة وشاحبة تلمس وحدة لابسة أسود، ما ندري إذا في أحد وراها متخبي أو إذا فعلا هذه يد شبح، بس اللي متأكدين منه إن الوضع فعلا مو طبيعي. وش رأيكم أنتم يا أصدقاء؟ أما هذا الفيديو يا أصدقاء فقد أخذته من قناة على اليوتيوب اللي يسوون استكشافات في أماكن مهجورة ومرعبة، يدورون على الأشباح. فيها الفيديو راحوا لمستشفى مهجور، وخلال التصوير الكاميرا التقطت شيء غريب. كأنه يا أصدقاء في شكل مرعب يظهر في الزاوية، مو واضح مرة بس يشبه الإنسان بطريقة مخيفة. والمفاجأة إنهم ما لاحظوه إلا وهم يراجعون التصوير. المقطع هذا انتشر في التيك توك، واحد كان يصور صاحبه في الحمام، ما ندري وش كان الهدف بالضبط، لكن فجأة يظهر مخلوق غريب جالس في الماء على يسار الرجل. Mana mau gede rata bro? Goblok jajarmu demit lu, goblok. Goblok, bro. Goblok. وجهه شاحب، لابس أبيض وشعره منكوش. الرجل على طول صرخ وركض. يا الله، والله إن هذا المقطع مرعب. Mana mau gede rata bro? Goblok jajarmu demit lu, goblok. Goblok, bro. واحد كان يصور داخل مبنى مهجور، ما ندري إذا كان يهرب من المطر أو يستكشف، لكن خلال التصوير الكاميرا تلتقط كائن أسود واقف يطالع فيه. لما رجع الكاميرا مرة ثانية لنفس المكان اختفى. ما حد يدري وش كان هذا الكائن، لكن شكله فعلا يخوف. آخر مقطع لليوم، في وحدة تظهر أمام سيارة تلوح بيدها كأنها تطلب النجدة، بس الغريب إنها بعدين تبتسم وتكمل تلوح. الفيديو هذا قصير ومبهم، ما ندري وش صار بعدين، ولا أحد يعرف مين هذه البنت أصلا.
إذا أحد منكم يعرف القصة يكتب لنا في التعليقات. إذا أعجبكم المقطع لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلون الجرس وتحطون لايك عشان نستمر نجيب لكم محتوى أقوى.